تخيل أن تكون تمشي على شاطئ هادئ في وقت الصيف، والشمس تنزل بطئا وتلون الماء بلون الذهب، والناس حولك يستمتعون بإجازتهم بعيدا عن الكرة والضغط والملاعب، وفجأة ترى أمامك مشهدا لا يصدقه عقلك. لاعبان من العالم العربي، لكن كل واحد منهما يمثل جيلا وقصة وحلما مختلفا. الأول شاب فاز بكأس العالم في 19 عاما وصار وجه المستقبل في أوروبا كلها، والثاني رجل خبر الملاعب رفع الكؤوس وكتب التاريخ بقدمه اليسرى السحرية. لامين يامال يلتقي رياض محرز، ليس في الملعب وليس في نهائي وليس أمام الكاميرات، بل على الشاطئ في لحظة عادية جدا، ولكنها حملت معنى كبيرا جدا. ماذا قال لبعضهما؟ هل تحدث عن الكرة؟ هل كانت نصيحة؟ هل كانت مجرد سلام بين جيلين؟ الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم لم يكن طويلا، لكنه أشعل المواقع كلها، لأنه يجمع بين الحاضر والمستقبل، بين الحلم والحقيقة، بين الشاب الذي يبحث عن مكانه والأسطورة التي صنعت مكانها خلاص. أبقى معي للنهاية، لأنني سأحكي لك تفاصيل هذا اللقاء الذي لم يكن مجرد صدفة، وسأخبرك لماذا جعل الملايين يتحدثون عنه، وما العبرة التي خرج بها كل من شاهده. ثم جاءت مقاطع الفيديو، ثانية هنا وثانية هناك، لامين يسلم ورياض يرد التحية، ثم يجلسان لدقائق ويتحدثان. لا أحد يعرف ماذا قال، ولكن لغة الجسد كانت واضحة. احترام كبير من الشاب وتواضع كبير من الخبير. لامين يامال، الاسم الذي صار يتردد في كل بيت. في سن صغيرة جدا وجد نفسه يلعب أمام أكبر الجماهير، ويسجل ويصنع ويتحمل ضغطا لا يتحمله لاعبون كبار، لكنه مع كل ذلك لا يزال شابا يبحث عن نماذج يتعلم منها. وماذا أفضل من رياض محرز؟ رياض محرز ليس مجرد لاعب، هو قصة نجاح عربية كاملة. بدأ من الصفر، وصل إلى الدوري الإنجليزي وفاز بكل شيء، ورفع كأس أفريقيا، وصار مثالا لكل طفل يحلم. لاعبه هادئ ذكي، ويعرف كيف يتحكم في الكرة كأنها جزء من جسده. وهنا يكمن جمال اللقاء، ليس لأنهما مشهوران، بل لأنه يمثل تسليم الراية. جيل يسلم لجيل، خبرة تلتقي بطموح. المعلقون قالوا هذه الصورة تسوى 1000 حديث، لأن لامين ينظر إلى محرز كما نظر كلنا إلى أبطالنا ونحن صغار، ومحرز ينظر إلى لامين كما ننظر إلى المستقبل ونقول هو الأمل. وهذا يذكرنا بشيء مهم، كرة القدم ليست أرقاما وعقودا وضغطا فقط، هي أيضا علاقات. هي أن يرى الشاب قدوة أمامه فيتعلم منها الصبر، وأن يرى الكبير الشاب فيتذكر نفسه عندما كان يحلم. المحللون بدأوا يربطون بين أسلوب لامين وأسلوب محرز. الاثنان يلعبان على الطرف، الاثنان يحبان المراوغة، والاثنان هادئان في أصعب اللحظات. الفرق أن أحدهما في بداية الطريق، والآخر في قمة الخبرة. ولذلك كانت هذه الدقائق القليلة على الشاطئ كأنها درس مجاني، درس لا يعطى في الأكاديميات. والأجمل أن الاثنين في إجازة، يعني أنهما تخليا لقليل عن الشهرة والمسؤولية، وعادا إلى كونهما إنسانين عاديين، يمشيان على الرمل ويسمعان صوت الموج، ويتذكران لماذا أحب الكرة في الأصل. هذه اللحظة أيضا تقول لنا شيئا عن المستقبل، أن لامين ليس وحده، أن هناك جيلا عربيا جديدا يصعد، وأنه يجد قدوة في محرز وغيره، وأن الطريق طويل ولكنه ممكن. في النهاية لم يكن هذا مجرد لقاء شاطئ، كان رسالة تقول الاحترام لا يعرف العمر، والتعلم لا يتوقف، والحلم ينتقل من يد إلى يد. والآن بعد أن رأيت الفيديو وسمعت التفاصيل، في رأيك هل كان هذا اللقاء مجرد صدفة جميلة؟ أم أنه بداية قصة أكبر بين جيل الماضي وجيل المستقبل في كرة القدم العربية؟